ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده هنعمل مع بعض الفطير المورق باسهل وابسط طريقه، وطريقه فرد سهله جدا وعبقريه بجد. هيطلع معاكي كده مورق والطبقات بتاعته في منتهى الجمال. مش هنقول زي بتاع الافران لان مفيش مقارنه، بجد هيطلع معانا احلى مليون مره من بتاع الافران. حتى لو اول مره تعمليه هيطلع معاكي بالجمال والحلاوه دي، والتسويه بتاعته ممتازه جدا. يا ريت بقى لو لسه اول مره تتابعيني، يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد معانا. ويا ريت تتابعي معايا الفيديو للاخر عشان تعرفي كل التريكات وكل الخطوات معانا باذن الله. في الاول كده انا هجيب البوله اللي هعجن فيها. معايا هنا كوبايه ميه عاديه خالص من الحنفيه، ومعايا هنا معلقه كبيره من السكر، ونص معلقه صغيره من الملح، ومعايا هنا دي معايا نص كيلو من الدقيق، معايا يعادل 4 كوبايات من مج الشاي العادي. تقدري تعجني بايدك او لو متوفر عجان. انا هنا استخدمت دقيق متعدد الاستعمالات. لو متوفر دقيق مخبوزات تقدري تستخدميه، اهم حاجه يكون الدقيق بتاعك له عرق، مش بيتقطع معاكي وقت الفرد. انا هنا حسيت ان لسه محتاجه ميه، ضفت كمان ربع كوبايه من الميه. اهم حاجه تعجني كويس جدا، مش اقل من 10 دقايق، عشان تاخدي عجينه طريه وناعمه وتطلع معاكي كويسه جدا، وتطلع معاكي في منتهى الجمال. عشان تعرفي ان العجينه اتعجنت كويس ازاي، اول ما ايدك تحط عليها كده تلاقي البصمه بتاعتك فيها مش بتروح. طبعا احنا مش بنشتغل في العجينه على طول، بنسيبها نرتاح، فانا سبتها كده ارتاحت وغطيتها. وبعد 5 او 10 دقايق جبت العجينه بتاعتي على السطح بتاعي اللي هفرد عليه. انا دهنته بدهنه كده من الزيت. طبعا مش بفضل افردها كده على دقيق، عشان بس العجينه ما تشربش معايا الدقيق اللي انا بفرد عليه. وبرده لما نيجي نريح العجينه يا ريت ما نريحهاش يعني زياده عن اللزوم، عشان مش تتقطع معانا وتتفتح. انا عايزه العجينه يكون لها عرق وتتقطع معايا وتتفرد معايا بكل سهوله. انا هنا هفردها على شكل مستطيل او مربع عادي، ايا كان الشكل اللي هتفردها عليه مفيش اي مشكله. اهم حاجه تكون بسمك مش رفيع ومش سميك، يعني يكون بسمك متوسط. انا معايا هنا الزبده، معايا هنا كوبايه الا ربع من الزبده. تقدري تستخدمي سمنه مفيش مشكله، بس مش هيبقى برضو نفس النتيجه. انا هنا استخدمت الزبده، تقدري تستخدمي اي نوع زبده انت بتفضليه. انا هنا استخدمت الزبده النيوزيلندي. اهم حاجه الزبده بتاعتك تكون بدرجه حراره الغرفه، علشان تكون سهله معاكي وقت الفرد. حتى عشان لو كانت لسه طالعه من التلاجة هتكون متماسكه، مش هتعرفي تفرديها وهتقطع معاكي العجينه. انا هنا هوزع كل الكميه. والطريقه الاصليه للفطير بتاع الافران بتتورق بالزبده مش بالسمنه. فلو انت مش متوفر معاكي زبده وعايزه تستخدمي سمنه مفيش مشكله، بس مش هتكون نفس النتيجه. انا هنا بعد ما خلصت كل الكميه اللي انا بتاعت الزبده اللي استخدمتها، هبدا كده اجيب الرول بتاعي، هلف العجينه بتاعتي كده على شكل الرول، كانك كده بتروليها زي السينابون. هبدا ارول كده العجينه بتاعتي. انا هبدا بقى ارول كده العجينه بتاعتي واقفل بقى كويس. انا بقفل كويس عشان احافظ على الزبده بتاعتي وهي داخل العجينه، عشان تديني التوريقه اللي انا محتاجاها. عايزه اقول لكم العجينه طريه جدا، مش محتاجه ان هي زيت كتير ولا اي حاجه، بتتفرد معايا بجد بكل سهوله. اهم حاجه في العجين ان هي ترتاح يعني تتعجن كويس جدا، وبين كل مرحله ومرحله تسيبها ترتاح شويه. هنا عما اجي اقطع الفطيره بتاعتي، طبعا حجم الفطير ده يرجع لك. انا حبيت ان هو يكون وسط، مش صغير قوي ومش كبير. يعني انا قطعت كده النص كيلو على 5 فطاير. شايفين بجد شكل التوريقه بتاعتي حاجه كده في منتهى الجمال. الطبقات دي بقى اللي هتديني التوريقه بتاعت الفطير. هندخلها بقى التلاجة، هنغطيها كده وندخلها التلاجة ترتاح شوية، عشان كمان الزبدة بتاعتي تتماسك وما تخرجش مننا أثناء الفرد. بعد ما خرجت من التلاجة وبعد ما سبتها ترتاح شوية، شايفين كده الزبدة بتاعتي ماسكة شوية كده في قلب العجينة. دي بقى اما اجي افردها تديني توريقة محترمة جدا للعجينة بتاعتي. انا هنا عشان ريحت العجينة كويس جدا كانت بتفرد معايا بكل سهولة. انا هفردها هنا بسمك يكون رقيق، وبعدين هنقفلها كده على بعض على شكل كورة او على شكل ظرف. احنا هنعمل مع بعض مرة الظرف ومرة على شكل كورة، عشان برضو تشوف الطريقة دي وتشوف الطريقة دي. العجينة طرية جدا وبتتفرد معايا بكل سهولة. هنا كده انا عملتها على شكل ظرف وهسيبها ترتاح.
هفرد معاكم واحده تانية. انا هفرد كمان كده واحده كمان. يا رب الوصفه تكون سهله وبسيطه، وان شاء الله متاكده انت هتقومي تجربيها على طول، لان ان شاء الله مش هتاخد منك وقت ولا مجهود. ويا رب الفيديو يكون موضح برضو كل التفاصيل عشان تكون ظاهره معاكي ان شاء الله. انا هنا بعد ما فردت الم كده الاطراف على بعضها واكورها كده على شكل كوره، وبكده ممكن تقدري تعمليه على شكل كوره او على شكل ظرف، مفيش اي مشكله. طبعا مش هشتغل فيها كده على طول، انا هسيبها برضو ترتاح حوالي 5 دقايق او 10 دقايق. ده كده بعد ما خلصت الكميه بتاعتي. العجينه ما شاء الله مرتاحه جدا وتتفرد معايا بكل سهوله. قلنا علشان تتاكدي ان العجينه مرتاحه معاكي، اول بس ما تحطي صباعك عليها كده وتلاقيها مبصمه والبصمه بتروحش، تاكدي ان العجينه بتاعتك كده مرتاحه وتمام جدا تقدري تشتغلي فيها. احنا بنفرد هنا بسمك رفيع، ولو حابه ان هو يكون له قلب طبعا تقدري ما تفردوش زياده عن اللزوم، فانا بفضل ان هو يكون له قلب، يعني ما يكونش رفيع زياده قوي. هو بتاع الافران بيكون رفيع وبيكون خفيف قوي، ما يكونش له قلب سميك. انا طبعا بكون مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 220 درجه حراره. اهم حاجه الفرن بتاعي يكون سخن جدا، رف اوسط. هيطلع معانا وياخد معانا اللون من تحت. اول ما ياخد لون من تحت هشغله الشوايه، هيطلع معايا بالجمال والحلاوه دي بجد. هيطلع معانا خفيف جدا، واول ما يطلع هتحسي ان هو مقرمش كده من فوق. هو طبيعي يكون له قرمشه كده وطري من جوه. اول ما بيهدى كده يطلع معانا الطبقات مورقه وحاجه كده في منتهى الجمال. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنى رايكم ان شاء الله في الكومنتات.